النهاردة أنا ونينا قررنا نعمل حاجة مختلفة شوية، فروحنا مكان اسمه وودز جوه حديقة الميرلاند في مصر الجديدة. المكان ده يا جماعة بجد مريح نفسيا بمعنى الكلمة، هدوء وشجر حوالينا في كل حتة وموسيقى رايقة، وكل الناس اللي حوالينا مركزين في الفن اللي بيعملوه. كمان عندهم اكتيفيتيز كتير قوي زي رسم على الفخار أو على المرايات أو حتى على الخشب، وكمان عندهم ورك شوبس كتير زي الكروشيه والمكرمية والفخار. أنا ونينا اخترنا إن احنا نرسم على الفخار. أول حاجة بتختار القطعة اللي انت هترسم عليها، وبعدين هما بيدوكوا كل الأدوات اللي انتوا محتاجينها زي الفرش والألوان. وهنا بقى بدأ الإبداع، كل واحد فينا قعد يرسم ويلون من غير ما يبقى فيه حاجة في دماغه لحد ما طلعنا بالنتيجة دي. المكان بجد كله راحة نفسية، والناس اللي شغالة هناك هيلبفول جدا، بيخلوك تحس إنك فنان حتى لو آخر مرة مسكت فرشة كنت في ابتدائي. وأحلى حاجة إن بعد ما بتخلص ترسم على القطعة اللي انت اخترتها بتاخدها معاك وتبقى ذكرى جميلة تفكرك باليوم ده وباللحظات الحلوة. بجد يا جماعة التجربة دي لازم تجربوها، هتتبسطوا وتضحكوا وتطلعوا بطاقة حلوة جدا.